من صحابكم، والله العظيم والله العظيم انا مش بعمل حوار ولا عامله مفتعله مشكله يعني علشان خاطر اعمل فيديو وخلاص. لا والله المشكله دي حصلت معايا امبارح بس، يعني مسافه. اسفه جدا. ف يعني تشيروا الفيديو يوصل لاي حد بحيث ان المشكله تتحل وما تضيعش عليها السنه وما يضيعش عليها الترم دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو بتاعنا بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله، ونقول اللهم اخرجني من حولي وقوتي واجيني لحولك وقوتك يا ذا القوه المتين. معلش انا اسفه، استحملوني واستحملوا صوتي لاني والله العظيم يعني الحمد لله على كل حال. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب على مجايبك، يعني العالم بحالي ربنا، ومش بالسهل علي ان انا اطلع لكم كده وانا في وضع ده الا اذا كان الموضوع كبير. يعني انا النهارده حبايب قلبي مش هعمل معاكم وصفه ومش هعمل معاكم روتين ولا هعمل اي فيديو عادي زي اللي انا بنزله على القناه بتاعتي، لان انا في مشكله كبيره جدا ومش عارفه اعمل ايه. واتمنى ان كل اللي يشوف الفيديو ده يشيره، اللي يشوفوا لي حل. انا مش عايزه حاجه غير كده، تشوفوا لي حل. لان يعني المشكله اللي انا فيها دي يعني ممكن تضيع السنه بحالها على بنتي. هتقولوا لي هي ايه المشكله يا مؤية وفي ايه يعني؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب، دايما دايما فاكرنا، فنحمدك ونشكر فضلك. اللهم امين يا رب العالمين. انتوا عارفين طبعا ان انا عندي بنتي آية في اولى جامعه. وطبعا احنا الاقليم بتاعنا جامعه الزقازيق او جامعه المنصوره، بس احنا رحنا جامعه الزقازيق، يعني التنسيق بعتنا جامعه الزقازيق. يعني بعد اللي شفناه في الثانويه العامه وبعد كل اللي حصل لنا فيها، وحمدنا ربنا وشكرنا فضله على اللي هو ان هو اختياره لينا هو الاحسن. وخلاص ورضينا بامر الله وايه. وبنتي دخلت كليه ما في الزقازيق، انا مش هقول اسم الكليه، بس مش هقول ليه. هي في كليه اداب جامعه الزقازيق يا جماعه. ومن اول الترم ما بدأ وهي بتحضر محاضرات ودافعه المصاريف ودافعه الكتب، والكتب الخارجيه جايباها. يعني الواحد شايف نفسه ما قصرش بالرغم من كل الظروف الصعبه اللي الواحد بيمر فيها، بس احنا ما قصرناش الحمد لله. دلوقتي جامعات امتحانات. اللهم صل على النبي. معلش اعذروني لاني والله مش مركزه اصلا، ويعني ربنا العالم بيا وانا بتكلم معاكم كده ازاي. جامعة امتحانات الترم بتاعت السنة، والترم مش الميد ترم. وامبارح على الجروب حوالي الساعة 12 بالليل تقريبا نزل أرقام الجلوس بتاعت يعني الامتحانات، بقى كل طالب عارف رقم جلوس. أسامي الدفعة كلها يا مؤمنين تنزل، إلا اسم بنتي ما ينزلش في أرقام الجلوس. طيب بعتنا على الجروب. سألت يعني كم المسؤولين عن الجروب يعني بتاع الكلية، قالوا لها انت مثلا محولة من كلية لكلية؟ قالت لهم لا طبعا انا ما حولتش، انا يعني داخلة القسم ده وداخلة الكلية ديت من الاول ومختاراها يعني، وعاملين الكشف الطبي وكل حاجة، يعني كل اوراقهم مستوفية. يعني احنا خلاص بقينا هنا، اتخنقنا بصراحة يعني. ف فطبعا اسفة اعذروني. ف... فاتصلت على دكتورة كده هي يعني كويسة معاهم في الكلية، وقالت لها يا دكتور أنا مش لاقية رقم الجلوس بتاعي في الامتحانات. قالت لها خلاص يا آية تعالي، تعالي بكرة وروحي الشؤون يعني وشوفي. قولي لهم أنا مش لاقية رقم الجلوس بتاعي، ولو ما لقيتيش ومحدش يعني اهتم او محدش يعني جاب لك رقم الجلوس وقال لك هو ايه السبب اللي ان هم يعني ان رقمك مش موجود، على طول اطلعي على العميد وما تسكتيش واعملي مشكله كبيره، لان دوت يعني مش عارفه ايه انا مش عايزه اغلط علشان خاطر ايه. انا مش من طبعي ان انا بغلط في حد، بس الموضوع كده يعني زياده عن حقه. يعني احنا نروح لمين بقى بعد كده؟ والامتحان بكره. المشكله ان الامتحان بكره مفيش وقت ان احنا مثلا ندور، او ان انا يعني ما ربنا يحوش عني واقدر ان انا اروح
معاها واسال، لان انا الحمد لله الحمد لله على ربنا يجيبه زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم انا بقالي 5 ايام نايمه في السرير مش بقوم يعني. اعزكم الله اعزكم الله، يعني الواحد بيقوم يروح الحمام ويرجع. انتوا عارفين الدور بتاع اليومين دول مش سايب حد في حاله، اللهم لك الحمد والشكر يعني. وطبعا احنا بينا وبين الزقازيق مسافه جامده، يعني انا من قريه تبع المركز متغمر، مانيش مثلا. فانا يا حبايب قلبي انا مش من الزقازيق نفسها، او مانيش من قريه تبع الزقازيق، انا من قريه تبع المركز متغمر، يعني بيني وبين الزقازيق مسافه. انا مش هقدر ان انا اروح المشوار ده، ولا كنت رحت هناك وشفت بقى هو ايه الموضوع. فلما اتصلت بباباها في الشغل بتاعه، فهو ابن واحد صاحبه في كلية في ريح منها يعني. فانا طلبت منه قلت له قول له معلش يعني استأذنه ان هو يبعت ابنه هناك يسأل مثلا، يروح الشؤون ويقول في طالبة اسمها كذا وارقام الجلوس بتاعت الامتحان نزلت وهي رقمها مش موجود. تخيلوا يقولوا له ايه في الشؤون، يروح هناك يقول له مفيش اصلا حد بالاسم ده في الكلية. يعني مفيش حد، مش الاسم اصلا مش مسجل في الكليه. طب ازاي؟ امال انا اللي دافعه المصاريف بايدي. لما رحت ادفع المصاريف في كود كده تبع الكليه بتدخله الاول وبيطلع لك الاسم. انا دخلت الكود وطلع لي الاسم، يعني معنى كده ان هي مسجله في الكليه. ازاي يقولوا له كده؟ يعني لو انا مش واثقه في بنتي كنت هقول لا بقى، يبقى هي ما دخلتش يبقى هي ما دخلتش الكليه وفي الموضوع في انما انا الحمد لله مربيه بنتي كويس جدا وواثقه فيها وعارفه هي قبل ما بتخطي الخطوه ببقى عارفه هي رايحه فين وجايه منين. يعني اتمنى ان اي حد يشوف الفيديو ده يشيره علشان يوصل لاي مسؤول او اي، ان شاء الله حتى يوصل لعميد الكليه، مش هقول مثلا حاجه اكبر من كده. ف فاتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو بينكم تقدر يعني تواصل امتحاناتها يعني. وانا اسفه ان انا طلعت لكم بالمنظر ده، بس والله العظيم غصب عني. فيعني لما بابا اتصل وبيقول لا ان هو ابن صاحبه دوت راح، وقالوا له ان هي اصلا مش مسجله في الكليه، بتقول امال يعني بمنتهى البراءه طلعت منها كده، بتقول امال انا بروح كل يوم محاضراتي في السيرك القومي ولا بروح فين انا؟ ف مش عارفه والله اعمل ايه، مش عارفه. ويا ريت في قدامي وقت ان انا مثلا لما اخف ولا حاجه اروح. ان الامتحانات بكره يا جماعه، الامتحانات بكره، هي عندها امتحان الترم بكره. فانا مش عارفه اعمل ايه. فيا ريت تكتبوا لي في التعليقات اي حد، يعني استحلفكم بالله اي حد يشوف الفيديو ده يشيره علشان نقدر نوصل لحل. والله المستعان، والحمد لله على كل اللي ربنا يجيبه. وان شاء الله باذن الله لو حصل اي جديد هقول لكم. يعني الحمد لله على كل اللي ربنا يجيبه. حبايب قلبي بحبكم جدا في الله، انتوا عارفين ان انتوا اخواتي، وبحب قبل ما بشارككم يعني في احزاني وافراحي، ربنا ما يجيبش احزان ابدا. آه، يعني على طول مشاركيني في كل حاجه. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم أبدا. وما تنسوش يعني اللايك بيرفع الفيديو لأكبر عدد الناس تشوفه. وشير بقى بالله عليكم علشان خاطر يوصل لأكبر حد، يعني عدد من الناس تشوفه، علشان خاطر حد يقدر يحل لي المشكلة دي. الامتحانات بقول لكم بكرة. ف أشوفكم أسيبكم في رعاية الله، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير.